السلام عليكم الناس ديال زينة ستوريا. مرحبا بكم من جديد. اليوم جبت لكم قصة واقعية ومؤثرة بزاف. صاحبة القصة تواصلت معايا وبغات تشارك تجربتها معكم وتاخذ منكم نصيحة. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. انا عايشة بنت مدينة صغيرة ومزيانة. خديت الباك ونجحت بميزة مزيانة. كنت فرحانة بزاف، ولكن كنت عارفة بلي الحكاية ماشي سهلة، حيت من بعد الباك خاصني نمشي نقرا فشي بلاصة بعيدة، مدينه كبيره ماشي بحال ديورنا ولا الشوارع اللي كبرت فيهم. من بعد ما صيفطوا لي قبول في واحد الجامعه كبيره في مدينه بعيده، فرحتي كانت كبيره حيت خديت لا بورس اللي غتعاوني نكمل قرايتي بلا ما نتحمل بزاف المشاكل العمليه. وصلت للمدينه، كانت اول حاجه كتشد انتباهي هي الزحام ديال الناس، الطوموبيلات والعمارات اللي ما كنتش متعوده عليهم. حسيت براسي صغيره وسط هاد الزحام، ولكن كنت عارفه بلي هذه بدايه جديده وبغيت نعيشها بكل قوه. في الاول مشيت لدار الطالبه اللي كان خاصني نسكن فيه، وكان هاد البيت عامر بالبنات من مختلف المدن، كل وحده عندها قصه مختلفه. كانوا بنات جداد عليا وبديت نتعرف عليهم شويه بشويه. لافاك كانت كبيره والاساتذه عندهم نظام ديال القرايه اللي ما كيشبهش اللي كنت عايشاه في مدينه صغيره. كان خاصني نكون منظمه، نراجع مزيان ونسير الكورسات باش ننجح. مع الوقت عرفت بزاف ديال البنات اللي بحالي جايين من مدن صغيره وباغيين يبنيو راسهم، ولينا صحاب. كنت كنشارك معاهم اللحظات الزوينه والصعوبات، وكانوا الدعم ديالي في هذه الغربه. ولكن الحياه ماشي كلها سهله، كانوا تحديات. الغربه كانت كتخليني نحس بالوحده والحنين للدار والعائله. بعض المرات كنت كنحس بالضعف، ولكن مع صحابي والانشطه في الجامعه كنت كنحاول ننسى هاد الاحاسيس ونركز على القرايه ديالي. كان عندي حلم نكمل قرايتي ونبني مستقبل مزيان، وهاد لابورس كانت فرصه ما خاصنيش نضيعها. كنت كنحس بالضغط كبير باش نكون ناجحه، ولكن هاد الضغط زادني عزيمه وصبر. هاد البدايه كانت مليئه بالاكتشافات، بالناس جداد وبالقصص اللي كل وحده كتشاركها معايا. عرفت كيفاش الحياه في المدينه كبيره كتكون مختلفه، ولكن فيها فرص كتيره. كنحاول نتعلم انني نستغلها. في مدينه كبيره بحال هادي ماشي غير القرايه اللي كتعلمك، ولكن حتى الناس اللي كتعيش معاهم واللي كتعرف عليهم كيعطيوك واحد التجربه جديده مختلفه في الحياه. في هاد بيت الطالبه تعرفت على جوج بنات جداد، كل وحده جايه من مدينه كبيره واكبر من المدينه ديالي. الاولى سميتها ناديه، جايه من كازا، بنت جريئه وعندها ستيل ديالها خاص. والثانيه سميتها ساميه من الرباط، هاديه وانيقه. في البدايه كنت شويه حشوميه وكنت كنحس براسي مختلفه عليهم، حيت انا من مدينه صغيره وبسيطه واللبس ديالي كان عادي وبعيد على الموضه اللي كانوا كيديروها هما. ناديه وساميه كانوا بزاف ديال المرات كيجيو يتكلموا معايا وكيديروا معايا جولات في المدينه الكبيره، علموني كيفاش نلبس ستيل جديد، كيفاش نختار الحوايج اللي كتليق عليا، وعطاوني نصائح على المكياج وحتى طريقه المشي والثقه في النفس. بديت نكتشف واحد العالم جديد ديال الكافيات ولي ريستورون، الاماكن اللي كنت كنسمع عليهم غير في التلفازه، ودابا وليت كنخرج معاهم نهار الجمعه ولا السبت. ناديه كانت كتوريني لي ريستو الكبار اللي فيهم لا ميوزيك، الناس كيرقصوا كيتساراو. انا كنت كنحاول نتاقلم مع هذا الجو حتى وليت كنحب نخرج ونتعرف على ناس جداد. اما ساميه كانت كتفضل لي كافي اللي كالم، فين نجلسوا نهضروا على الحياه، الاهداف والضحك. كانت كتعلمني كيفاش نكون واثقه في نفسي وكيفاش نتعامل مع الناس في مدينه كبيره. نسيت ما قلت لكم واحد الحاجه، ناديه وساميه كانوا كبر مني في العمر. الوغ مع الوقت حسيت بلي الحياه هنا مختلفه بزاف على المدينه الصغيره ديالي، ولكن حتى انا وليت جزء من هذا العالم الجديد. البنات ما كانوش غير صحاب، كانوا كيعلموني، كانوا صحابي وكانوا حتى خوتي في البعد ديالي على عائلتي. وحتى الا كنت كنحس بشويه ديال الحنين لمدينتي والاهلي، كانوا هما اللي كيعاونوني وينقيو لي الروح باش نكمل ونواجه التحديات. هاد البدايه ديال الصداقه ديالي اللي هي اللي بدلت فيا بزاف وعلمتني بزاف ديال الحوايج جديده، خصوصا كيفاش نكون وحده من الناس في المدينه الكبيره بلا ما ننسى الاصل ديالي. وسط هادشي كامل اللي كنعيش، وفي واحد النهار في واحد القهوه زوينه تعرفنا على يوسف. كنا جالسين حنا بثلاثه وهو يجي بغى يتعرف علينا ويجلس معانا ويتعرف عليا انا بالضبط. ما كانش شي واحد معروف بزاف، كان كيضحك هذيك الساعه وكيهضر معايا بطريقه عاديه، عطاتني احساس بالراحه. خدا الرقم ديالي ولينا كنهضروا بالتليفون بزاف، وكان كيضحك معايا حتى الوقيته اللي كنكون مشغوله فيها انا بالقرايه.
ولكن مع الوقت حسيت بلي يوسف ما كان جدي في العلاقه، كان كيتعامل كانه هو كيلعب معايا، ما كيديرش اهتمام كبير. وحتى ملي كان كيسافر المدن بعيده بسبب الخدمه ديالو ما كانش كيتصل بزاف. يعني كنت كنبان ليه واحد البنت جايه من مدينه صغيره غيتفلى عليها ربما وغادي يمشي في حاله. انا في البدايه كنت كنتمنى، ولكن مع مرور الايام وليت كنشوف بلي خاصني نكون واقعيه شويه وخاصني نركز على راسي وعلى الدراسه ديالي. خدمت بزاف وقريت مزيان وخرجت من لافاك وانا فرحانه بالدبلوم ديالي. ولكن الحياه ماشي سهله، كانت كتشدني وكتعلمني كيفاش نكون قويه. ودابا عرفت بلي الحياه كتطلب الصبر والعقل والنيه، ماشي غير الاحلام الكبيره. ولكن حتى التفاصيل الصغيره هي اللي كتخليك تكبر وتولي انسانه قويه. الوغ ملي خديت الدبلوم حسيت براسي خاصني نتحرك ونلقى شي خدمه باش نبني راسي ونعيش مستقله. مشيت لمدينه اخرى فيها فرص كثيره بعيد على المدينه اللي قريت فيها، حيت بغيت نعيش تجربه جديده كلها مسؤوليه. مشيت كنقلب على خدمه وغوزمو دغيا لقيت خدمه. واول نهار ليا في الخدمه كنت شويه مشوشه، ما عرفتش فين نبدا ولا كيفاش نتصرف في وسط الناس اللي ما كنتش عارفاهم. البيرو كان عامر والناس كتجري في الخدمه ولا بريسيون بزاف. المدير كان واحد الراجل سيريو، ما كيهضرش بزاف ولكن كيعطي تعليمات واضحه. لي كوليك في الخدمه كانوا مختلطين، كاين بعض منهم ظريف وبعض منهم كان كيضحك عليا وكيستغل الفرص باش يطيحني، حيت انا بيان سور كنعتبر بالنسبه لهم ديبيوتونت. فواحد النهار واحد من لي كوليك بدا كيضحك عليا قدام الناس بلا سبب. حشمت وبغيت ندخل تحت الارض. ناديه اللي كانت صاحبتي القديمه كنتصل بها باش كنحكي ليها داكشي اللي كيوقع ليا، وبقات كتشجعني وكتقول لي صبري راه البدايه ديما صعيبه. كانت الخدمه كتطلب مني نفيق بكري، نكون حاضره ذهنيا ونتعامل مع المشاكل اللي كتجي فجاه. مره اخرى في النهار اللي المدير عيط عليا قدام ليكيب كامله قال لي عيشه خاصك تكوني اكثر تركيز في خدمتك، ماشي غير يجي وتبيني المجهود ديالك. دراتني خاطري بزاف والدموع كانت غتنزل، ولكن حاولت نتحكم في العواطف ديالي وقلت لراسي هذه فرصه باش نبين القوه ديالي. في وسط هذا الضغط بديت كنكتشف الجانب الحقيقي ديال الحياه في الخدمه. ماشي كلشي غادي يكون سهل، والناس ماشي ديما كيكونوا عادلين، ولكن خاصني نكون ذكيه ونحمي راسي. كنتفكر في واحد النهار كان الجو شويه متوتر في الخدمه، وقع سوء تفاهم بيني وبين واحد السيده ريسبونسابل عليا. دخلنا في مشكل كبير وصحاب الخدمه بداو كيتدخلوا. حسيت الدنيا بحال غطيح عليا وبحال تكاتفوا عليا. رجعت للدار تفكرت في كل شيء وكيفاش بغيت حياتي تكون مختلفه، بغيت ننجح ونبقى قويه رغم كل شيء. تعلمت بزاف من هاد الايام وعرفت باللي الصبر والتعلم هما اللي غادي يعاونوني انا نواجه اي تحدي. صراحه خرجت من ديك الخدمه باسكو ما بقيتش قدرت نصبر، حيت هما كانوا كيعتبروني ديبيوتونت، وما بقيتش قدرت نتحمل هذيك لا بريسيون اللي كيديروا عليا، وكلشي كيعتبرني انني مبتدئه وخاص يطيحوا عليا الدكاكه. صراحه خرجت من الخدمه حيتاش ما بقيتش قادره نبقى معاهم، ولكن خاصني نكون متاكده وعارفه بلي دائما خاصني نكون مستعده لاي حاجه. بعد ما خرجت من الخدمه الاولى اللي ما كانتش مزيانه حسيت براسي خاصني نبدل الجو ونلقى فرصه جديده. ما كانش عندي اختيار حيت ما كانش عندي بزاف ديال الوقت ولا ميدان كبير باش نقلب فيه، ولكن قلبي كان كيبغي يبدا صفحه جديده. وعطيت راسي وعد هاد المره غادي نكون اقوى وغادي نثبت لراسي ونخدم بالجهد كيف ما كانت الظروف. لقيت خدمه في واحد الشركه صغيره في نفس المدينه. الخدمه كانت مختلفه، ماشي بيرو كبير ولا بلاصه فيها بزاف ديال الحوايج، ولكن كانت فرصه باش نبدا شي حاجه جديده. وحتى لو سالير كان قليل، ولكن كنت عارفه بلي ماشي الفلوس اللي غادي تعطيني قيمه، ولكن التجربه وداكشي اللي غادي نتعلمه هو اللي غادي ناخذ. من اول نهار دخلت للبيرو كنحاول نكون ايجابيه، ولكن حسيت بنظرات غريبه من بعض الناس. كانوا كيتكلموا بيناتهم بنوع من الحسد او الاستهزاء. ما قدرش نفهم علاش، حيت انا غير جايه باش نخدم. وانتر بارونتيز التجربه ديالي انني جايه من مدينه صغيره لمدينه كبيره. الناس ديال المدينه كبيره كيحتقروا الناس ديال المدينه صغيره بواحد الطريقه ما عمرني تخيلتها. تعتبروهم انهم بحال جايين من واحد البلاصه، كيسحاب لهم واش الناس اللي جايين من مدينه صغيره بحال ساكنين في الخيام وهما اللي ساكنين في الديور. هذه فقط انتر بارونتيز. مع الايام حسيت بلي ما كاينش ترحيب حقيقي، وكانت حتى شي علامات صغيره ديال الحقد والحسد كتبان. كيفاش كيتكلموا على ما كديرش مزيان، ولا كيفاش خاصها ديما تبقى في بلاصه ديالها وما تطلعش. واحد المره واحد من لي كوليك عيط ليا قال لي شوفي راكي مازال صغيره في هذه الخدمه، ما تفكريش بلي غادي تولي كبيره بحالنا.
دراتني خاطري وما بغيتش نبين انني ضعيفه. خليت راسي مركزه وقلت ماشي مشكل، انا غباديه دابا، خليني نصبر واحد شويه ونوريهم شنو نقدر ندير. السالير اللي كنت كناخذو قليل والضغط كبير، وكانت المصاريف كتزيد مع الوقت، وكنت كنعرف باللي خاصني نكون منظمه باش نقدر نصرف على راسي وعلى الظروف الجديده. وسط هذا الوضع كان عندي دعم كبير من ناديه، اللي واخا كانت بعيده عليا كانت كتسمع لي ديما وكتفهمني بلا ما نعاود ليها. كانت كتقول لي عايشه ما تخليش شي حد يحطمك، خاص تكوني قويه والنيه ديالك بيان سور تكون صافيه. ناديه ما كانتش غير صاحبتي، كانت بحال اختي كبيره، كتعطيني النصيحه وكتعطيني القوه نفكر بايجابيه. واحد النهار وقعت لي مشكله كبيره مع المدير، كان كيحاول يحط لي عراقيل ما عرفتش علاش، وما كانش ما كانش كيعاملني بالاحترام اللي انا خاصي يعاملني به. ولكن تصدمت في راسي هو انني وقفت قدامه، وكيف ما هو كان كيهضر معايا انا كنت كنهضر معاه بقوه وعيني كتشوف في عيني. مع الوقت تعلمت كيفاش نرد، كيفاش نواجه المشاكل بالعقل، وكيفاش نتمسك بالقوه ديالي. كنت كنقرا كتب تنميه ذاتيه وكنسمع موسيقى كتريحني وكتخليني نفكر بشكل مختلف، ووليت كنشوف الحياه بعين جديده. هذه الفتره كانت اصعب فتره في حياتي، ولكن تعلمت منها بزاف، وعرفت بلي القوه الحقيقيه كتجي من الداخل ديالنا ومن القلب اللي ما كيستسلمش. دابا انا ما بقيتش هي عايشه ديال الاول، وليت كنقلب على فرص جديده، وكنعرف بلي كل تجربه صعيبه كتخليك اقوى واحسن. وفي وسط هذا الروتين وانا كنحاول نوقف على رجلي في هذه الخدمه اللي ما فيها لا زهر لا رحمه، جا واحد النهار اللي عمرني غادي ننسى. كنت في الكوزينه كنوجد اتاي، صونا التليفون، شديتو عادي لقيت رقم دارنا، وبصح كنت موحشاهم. اختي معيطه ليا كتقول لي عايشه بابا مات. بقيت ساكته ما قدرتش نبكي، حسيت الدنيا وقفات والصهد طلع لراسي. ما كنتش مستعده ان داك السيد اللي كان السند ديالي وظهري، اللي كان ديما تيقول لي بنتي قرايتك فوق راسي، وكنت دايره مجهودي باش نفرحو، ملي مشى حسيت بحال تقطعات ليا الجناحات. رجعت للدار، سديت الباب وبقيت كنخمم، الدنيا كتقلب في غمضه عين. في ديك الليله حسيت راسي عيانه من الداخل والخاطر مشتت. عرفت بلي خاصني نزيد نجبد في القوه ديالي، قوه اخرى، حتى الا كان السند ديالي مشى غادي نحط سند في قلبي ونكمل. وهكا عرفت بلي ان الحياه فيها ايام ما كتعطينيش حتى فرصه باش ناخذ نفس، ولكن خاصني نكمل. بقيت واحد المده من بعد ما مات الاب ديالي وانا مازال ما فايقه مزيان من الصدمه. ماشي كنبكي ولا شي حاجه، غير داك النوع ديال الحزن اللي كيبقى جالس وسط صدرك ما باغي لا يخرج لا يتحرك، وكدوز نهارك بحال شي حاجه كتخنقك بلا ما تحس. الخدمه كانت هي الحاجه الوحيده اللي كنت كنعمر بها دماغي. كنت كنمشي بكري وكنبقى خدامه حتى للساعه اللي كيسدوا فيها. منين كنرجع للدار كنطيب شي حاجه خفيفه، ولا كان عندي الوقت كندوشوا الناس. صحابي القدام تقريبا ما بقيتش كنتصل بيهم، حتى ناديه وساميه ولاو كيعيطوا لي وتنقول لهم سمحوا لي انا عيانه، وفعلا كنت عيانه. في داك الشهر الريسبونسابل ديالنا تبدل، جا بلاصتو واحد السيد خايب كان كيزير علينا بزاف. هاد جديد كان سميتو فؤاد. من نهار جا هو مراقب كلشي، الخدمه تزادت، ما بقاش غير داكشي اللي كنت دايره، ولا خاصني نعمر التوراق اللي ماشي من اختصاصي. كل نهار كتزاد ليا خدمه، كل سيمانه كتزاد ليا مهمه. مره كنقول مع راسي صافي هذه خدمتي صبري، ولكن الصراحه بدا داكشي كيتعدى، ولاو كيطالبوني بشي حوايج فوق طاقتي. كنخدم في الاداره ولاو بغاوني حتى ندير الاستقبال في مره، وكنبقى واقفه للسوايع. وفي وسط هذا الضغط واحد النهار فؤاد دار اجتماع وقال لنا بغيت نشوف شكون باغي يزيد شويه المسؤوليه، غادي نعطيه بريم ونزيد ليه في الصالير. انا ملي سمعت هاد الهضره ما درتش بحسابي، حتى كنت كنسمع بحال الهضره كدوز من حدا ودني. ولكن فؤاد جبدني وقال لي عايشه انت خدامه مزيان، علاش ما باغياش تزيدي في الريسبونسابيلتي؟ بقيت ساكته وكنشوف. الخدمه اللي كنت فيها دابا مرهقه، ولكن عارفيني كيفاش خدامه. تزيد مسؤوليه اخرى، تزيد الوراق والطلبات والصداع، ولكن من جهه ساليري محتاج يزيد. ملي كيكون عندك الكريدي والكرا ولي فاكتور اي درهم زايده كتفرق. رجعت للدار داك النهار وعقلي غير كيفكر، وكنخمم وكنقول مع راسي صافي شحال نبقى بحال هكا، واش هذه هي الحياه ديال الخدمه ولا هذه غير فتره وتدوز؟ وانا نتفكر الوالد الله يرحمه كان كيقول لي بنتي الخدمه فيها الصاد،
ولكن راه كتوقفك على رجليك. ولكن واش هذا هو الصاد معقول؟ صافي قبلت بديك الخدمه في سبيل ديك الزياده ديال الصالير. في وسط هاد الزحام ديال الخدمه والدنيا كانت عندي واحد الصداقه اللي من الاول ما كنتش كنعطيها اهميه، ولكن مع الوقت ولات عندها بلاصه كبيره في حياتي. محمد، واحد الولد من المدينه القديمه، تعرفت عليه في واحد المناسبه ديال الخدمه. كان خدام في شركه كتخدم معنا ولكن في فرع اخر. من اول مره تلاقينا حسيت به ولد الناس، ماشي بحال هذوك الدراري اللي كيعرفوك غير باش يدوزوا الوقت. كان كيسول عليا، كيتصل بيا الا كنت مريضه، كيسولني واش محتاجه شي حاجه. دوزنا مع بعضياتنا شي ايامات زوينين. كل مره ملي كنتلاقاو وقت كنخرجوا نشربوا قهيوه ولا نمشيو نتساراو في الجرده، كنهضروا على الخدمه، على العائله، على الدنيا. داكشي بقى هكاك صداقه صافيه حتى لواحد النهار قال لي عيشه انا ما بقيتش كنشوفك غير صاحبه. بقيت ساكته ما عرفتش شنو نقول ليه، حيت حتى انا كنت بديت كنحس انني مرتاحه معاه وكنفرح منين كيهضر معايا، ولكن كنت خايفه. حياتي دازت كلها مشاكل، ما بقيتش باغيه نزيد هم على همي. ولكن محمد كان ولد عائله وبان لي صادق، وقال لي ما غاديش نضغط عليك، غير كان خاصني نقولها لك. ومنين شفت مع الوقت بديت انا كنحس بيه، ولات العلاقه بيناتنا كتقوى، ولا ديما معايا في مناسبات، في العيد ملي كتكون عندي شي مشكل في الخدمه، ولا ملي كنحس براسي ما فرحاناش على با كان كيوقف معايا. دوزنا مع بعض 5 سنين كانوا فيهم لحظات زوينه، كنخرجوا للبحر، كنمشيو شي سفريه صغيره في حدا المدينه، وكنمشيو القهيوه ديالنا، ولينا عائله صغيره وسط هاد المدينه الكبيره. ولكن في الحقيقه براسي كيدور ملي كنا صحاب كان هو اللي كيجبد الهضره، هو اللي كيسول، كيهضر وكيهتم بيا. ومنين ولا قلبي فيه ولا هو بارد صامت بحال اللي ما بقاش باغي. بقيت هكاك مده وانا ساكته كنقول مع راسي يمكن غادي يتبدل، يمكن زعما هو خايف يوريني هادشي. ولكن ملي شفت الامور كتزاد قلت مع راسي ما غاديش نبقى هكاك ساكته، كنضيعها في حياتي في وقتي. هذاك الشيء علاش قررت نتواصل مع زينه ستوريا وقلت لها عافاك اختي بغيت نشارك معكم هذه القصه ونشوف اراء الناس، حيت انا حيره واش هاد السيد باغيني ولا كان غير كيدوز الوقت، واش نواجهه ولا حتى انا نخليه ونكمل حياتي. 5 سنين كتيره انك تخطيها، ولكن محتاجه نعرف شنو ندير، خصوصا انه ما عنديش تجارب بزاف. دابا هاد الحكايه مقلقاني وباغيه نسمع اراء الناس. ناس زينه ستوريا، دابا الدور ديالكم. شنو تنصحوا صاحبه القصه؟ وشنو هو القرار اللي خاصها دير؟ خليو لي رايكم في التعاليق، راه كل كلمه ديالكم ممكن تعاونوها بزاف. نتلاقاو في قصه جديده ان شاء الله.